بابلو سباج المهاجم المرشح للانتقال للنادي الأهلي، المهاجم السوري. خليني أقول لك معلومات سريعة عن اللاعب وأيضا تحليلي للاعب، ولكن زي كل فيديو هسأل أسئلة وهجاوب عليها في نفس الفيديو. هل بابلو سباج من أفضل المهاجمين اللي إلى الآن اسمهم ارتبط بنادي الأهلي، زي زكريا الدحشراوي، زي إبراهيم ديباتي، وأيضا روبي يو؟ بدون كلام كتير، ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا. مبدئيا معلومات عن اللاعب بابلو سباج. هو لاعب سوري، لاعب يبلغ من العمر 28 سنة، طوله حوالي متر 88 سنتي، يلعب بالقدم اليسرى، قيمته التسويقية حوالي 635 ألف يورو أو دولار، الله أعلم إيه بالظبط. بابلو سباج يلعب مع نادي سون في دوري كوريا الجنوبية. خلينا أكلمك عن إحصائيات اللاعب. لاعب مع فريق سون، لعب في موسم 2025 33 لقاء، بدأ من خلالهم في 28، سجل 17 هدف وعمل 2 تمريرة حاسمة، بإجمالي 19 مساهمة تهديفية في 33 مباراة، بدأ من خلالهم 28 زي ما قلت لك. ولعب ايضا في تصفيات كأس اسيا مباريتين، بدأ من خلال مباراة فيهم، واجمالي الدقائق التي لعبت مقدرة بحوالي 115 دقيقة، سجل هدفين ولم يصنع ولا تمريرة حاسمة. وفي الدوري السوري، الدوري الممتاز، لعب في موسم 2024 16 مباراة، بدأ من خلالهم في 8 مباريات، اجمالي الدقائق التي لعبت فمقدرة ب 822 دقيقة، سجل 4 اهداف وصنع تمريرة واحدة. وفي موسم 23 من الدوري السوري ايضا لعب اللاعب 20 مباراة، بدأ من خلالهم في 13 مباراة، باجمالي دقائق مقدرة ب 1089 دقيقة، سجل 9 اهداف وتمريرة حاسمة واحدة. ولعب ايضا اللاعب في كأس اسيا الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، لعب حوالي 4 مباريات، بدأ من خلالهم في 3 مباريات، اجمالي الدقائق التي لعبت مقدرة ب 242 دقيقة، لم يسجل ولم يصنع ولا هدف. لعب اللاعب ايضا في كأس كوبا ليبرتادوريس في موسم 2023، لعب 6 مباريات، بدأ من خلالهم في 4 مباريات، بإجمالي دقائق مقدرة ب 353 دقيقة، سجل هدف وحيد ولم يصنع ولا تمريرة حاسمة. ولكن اللاعب يلعب من مسجل عندي من اول موسم 2016 2017، فده كويس جدا ان اللاعب عنده استمراريه يعتبر كويسه جدا. بابلو سباج وجهة نظري يشبه بشكل كبير جدا جاريتشارو. بابلو سباج بيمتاز بقوه الانهاء العالي جدا 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 اللي عنده، ايضا لاعب يعتبر سريع ولاعب صاحب قوه بدنيه كويسه وصاحب رأسيات كويسه، لانه يمتلك طول حوالي متر 88 سنتي، ما شاء الله تبارك الرحمن، قامه كويسه جدا جدا. وكمان اللاعب من النوع اللي هو بينزل في خط وسط الخصم علشان يقدر يبني، ممكن تستخدمه في البناء الهجمة، او من خلاله ممكن تتجه مباشرة الى حراسة المرمى للفريق الخصم الاخر لتسجيل الاهداف الكثيرة ان شاء الله. ولكن بقى نرجع لسؤالنا، من افضل بابلو سباج ام المهاجمين التي ارتبطوا بنادي الاهلي؟ بصراحه زكريا الدحشراوي عجبني قوي من كل حاجه، من هو مهاجم ما شاء الله تبارك الرحمن متكامل. وايضا بابلو سباج وهو بيتميز بالانهاء قوي جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا كمان معرفش هل الدوري الكوري بنفس قوة الدوري المصري ولا لا، بس اعتقد ان الدوري الكوري دوري محترم جدا جدا، وتقدر تاخد منه لعيبه على ثقة بعون الله. اعتقد ان انا كده لخصت لك بسرعة عن اللاعب. ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.